من حق ميدو أن ينتقد أحمد شوبير أن استضاف يعني فيريرا ولا كابتن كرامي؟ والله أنا مذهول بصراحة عبد الله. يعني أنا هتكلم في 3 نقط في الموضوع ده. كابتن أحمد شوبير جاب يانيك فيريرا في قناة النهار اللي بيعمل فيها كمان ميدو. فالطبيعي اللي كابتن شوبير يسأله عن الأحداث، فالراجل قال أنا ليا مستحقات والكلام من ده، وده طبيعي يعني ما فيهاش أي تقليل من نادي الزمالك. وكان عايز يوضح اللي ليه حاجات ما كانتش بتساعده، يعني ولا إمكانيات، اللعيبة ما بتاخدش فلوسها، فالراجل اتعرض لضغوطات ورغم كده الفرق نقطة ومشى يعني. ميدو طبعا مش انتقد كابتن شوبير، انتقد يانيك فيريرا. بس الذهول عندي هنا اللي ميدو قال حاجة تاريخية، الراجل عايز ياخد فلوسه، الراجل عايز يحقق اكبر مكاسب من الزمالك. ايوه، ما هو الراجل عايز ياخد عقده. الطبيعي في العلاقه يا عبد الله، هي اتعكست الايه، الطبيعي اللي الراجل ياخد فلوسه. ليك اللي انت تعرف عبد الله، جروس اخر 4 مدربين للزمالك، جروس ما خدش فلوسه، باتشوكا باتشيكو ما خدش فلوسه، فيريرا ما خدش فلوسه، جوميز ما خدش فلوسه. كل الكلام ده يا عبد الله وميدو عايز يقلب الحقيقه. النقطه المفاجاه بقى يا عبد الله، بس الناس بتنسى، ميدو نفسه في 2012 جاب انذار على يد محضر للزمالك عشان ياخد مستحقاته اللي كانت بالغه اياميها 4 مليون جنيه وخدهم، وكان الرئيس ممدوح عباس. عشان بقى نختم المفاجاه بحاجه حلوه كده كمان، ميدو نفسه ده هرب من الزمالك وهو سن 17 سنه، راح احترف في بلجيكا. الكلام ده موثق من دكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك. الكلام ده كله انت مش عايز الناس تاخد حقوقها. الدنيا يا عبد الله بقت مايله، ما تعرفش مين اللي غلطان. وجمهور الزمالك زعلان اللي شوبير جاب فيريرا. كولر ملوش مستحقات، ما فيش حد في النادي الاهلي ليه مستحقات. طيب شوبير ليش ما استضاف كولر؟ ما هو الراجل مش بيرضى، كان يطالب عقده. قال في العقد، قال في الاعداد، احنا تواصلنا معاه وقال انا ما فيش مشكله بيني وبين الاهلي وما فيش حاجه تستدعي ان انا اجي. ينتظر اي خطا شوبير على الزمالك او الفرق الثانيه حتى يخرج في لقاء تلفزيوني. كابتن كرامي توافقني الراي ولا لا؟ لا اقول لك الحق بقى عبد الله، يبحث عن الماده والمحتوى كابتن. ايوه الشطاره عبد الله. المشكلة؟ انا مين دلوقتي؟ في واحد انا مذيع ومعايا طاقم اعداد، فاختار الضيف اللي انا عايزه. لما انا اختار الضيف سواء بقى اهلي ولا زمالك، دي ماده دسمه للاعلام. انا جبت الراجل وقال انا كنت في ظروف صعبه، ما هنش الزمالك ولا تجاوز. وتعرف اللي يانيك فيريرا بعد ما ميدو طلع سيلجأ للقضاء، يرفع قضيه على ميدو. وانت عشان ما تقوليش كل شويه انت في بينك ايه وبين ميدو شرف لاي حد. انا يا جماعه برد على الحاجات اللي لا معقوله، اللي بيقولوا ميدو ده خارج نطاق الخيال. زعلان من الراجل اللي هو عايز فلوسه. احنا وصلنا لمرحله اللي الاهلي بيتعاقب اللي هو بيسد فلوسه، واللي الزمالك زعلانين اللي هم ما بيدفعوش فلوسهم. الكلام ده نعم. مش طبيعي. طيب. وميدو نفسه يا عم اجوجو اللي جه مع ميدو الله يرحمه مات وليه مستحقات عند الزمالك. والله العظيم كان اول لاعب جايب 40 مليون جنيه. طيب زين، والله البقاء لله. السلام عليكم. الحقيقه الحلقه بتاعه احمد شوبير اللي عملها في برنامج الناظر على قناه النهار عملت كركبه كده وصدمه كده للاعلام الزملكاوي، ما بقاش عارف اصلا هو يقول ايه ومش لاقي اي حجه، فطلع قاعد يشتم في شوبير والنادي الاهلي يمين وشمال. المفروض ان القناه النهار دي قناه محايده مش قناه الزمالك، واحمد حسام ميدو في برنامجه اوضه اللبس على قناه النهار المفروض ان هو بيتكلم باسم كل الانديه من وجهه نظره او معلومته، لكن مخصص البرنامج تقريبا كله للدفاع عن الزمالك. واحد هيقول لي طب ما هو شوبير جايب مدرب الزمالك وماله، مفيش مشكله عادي. طب ما انت برضه ممكن تجيب اي مدرب وتتكلم معاه، ده اسمه سبق صحفي اعلامي، الاعلام بيدور عليه والراجل بيعمل شغله. انت بقى ما بيقولش للمدرب قول كذا، هو بيسأل المدرب. والحرفية هنا في إدارة الحوار انك تسأل الأسئلة اللي الجمهور بيدور عليها وعايز يعرف عنها كل حاجة. لكن لما تيجي للتاريخ الكابتن احمد حسام ميدو مع نادي الزمالك، هتلاقي ان الناس دي بتلعب على عواطف الجماهير فقط بدون النظر لاي مصالح خاصه بالنادي. احمد حسام ميدو طبعا
لو نتكلم بكل صراحة اعتزل اللعب وهو عنده 29 سنة، ما اداش اي حاجة تقريبا لنادي الزمالك، لا لاعب ولا مدرب، مفيش اي بطولات تقريبا حققها مع نادي الزمالك. يمكن احنا كنا بنقول شيكابالا، يعني شيكابالا يمكن اعطاه اكتر شوية من احمد حسام ميدو. احمد حسام ميدو قبل كده عمل مشكلة كبيرة مع نادي الزمالك لما كان مدرب نادي الزمالك وطالب بمستحقاته ايام مرتضى منصور، وحصلت مشاكل بينهم وبين بعض ووصلت المحاكم وشتيمة على الفيديوهات وكل الناس عارفة الحكاية دي. احمد حسام ميدو برضو لما كان مدرب وادي دجلة ولاعب الزمالك واتغلب من الزمالك 2-1، طلع قطع في الزمالك وقال الزمالك كله بيكسب بالمجاملات الحكام كل الكلام ده. احمد حسام ميدو حتى لما تولى موقع مسؤولية في لجنة التخطيط في نادي الزمالك كانت النتائج كلها فشل ذريع جدا جدا، والكلام ده حصل وقت ما كان زيزو موجود في نادي الزمالك وقصة التجديد لزيزو والكلام ده كله. يعني كان احمد حسام ميدو موجود اصلا في لجنة التخطيط خاصة بكرة القدم وقت ما زيزو مشي من الزمالك وما جددش. يعني انت لو هتسأل حد لازم تسأل واحد ميدو، لانه فشل انه يحافظ على اللاعب ويجدد معاه. لكن انا زي ما قلت قبل كده، اللعب على عواطف جماهير الزمالك بينفع معاهم قوي وبياكل معاهم جدا جدا، لكن ما تيجي تتكلم على الاثر الحقيقي او الفعل الحقيقي لخدمة النادي ما تلاقي مفيش اي حاجة. وعندما هتصطدم المصلحة الشخصية بتاعته مع مصالح النادي 100% هيفضل مصلحته الشخصية. هو ده الفرق يا جماعة اللي احنا بنقوله بين ابناء النادي الاهلي وابناء نادي الزمالك. مش المهم ان انت تطلع تجعجع في الاعلام وتقول انا بحب الزمالك، المهم ان انت تكون بتخدم النادي فعلا وعندك انكار للذات عشان النادي ينهض. كل وسائل الاعلام دلوقتي مسخرة لخدمة الزمالك ان هو في ازمة وان هو والاول مرة يطلعوا الايرادات والمصروفات لنادي الزمالك ويبينوا ان في عجز، ويتذكر النادي من 400,000 جنيه طول السنة ومحدش سأل ليه 400,000 جنيه وليه المتسبب في الكلام ده. هم عايزين يبينوا مدى عجز الموازنة وان الزمالك مديون ومحتاج ياخد الارض، لكن محدش سأل مين هو المتسبب في الكارثة دي وراحت فين فلوس التذاكر ومين اللي كان مسؤول عنها. ومحدش سأل برضه ليه الارض قعدت 20 سنة ومحدش بنى عليها عشان الدولة ما تسحبهاش. ومحدش سأل برضه يعني اللعيبة اللي بتمشي دي ما بتاخدش مستحقاتها ليه. محدش سأل برضه يعني مين اللي استخدم فريرا وكانوا بيمجدوا فيه ودلوقتي طلعوه مدرب ما بيفهمش حاجة لمجرد ان هو طلع بيطالب مستحقاته. وطبعا الكلام ده اتقال على كل اللعيبة والمدربين اللي مشيوا من الزمالك، لان محدش عايز يواجه الحقيقة ومحدش عايز يحل، كله عايز يرمي اي شماعة في اي ناحية، الحكام، الاهلي، المؤامرة، الارض، اي حاجة في اي هبد في اي حتة وخلاص. المهم ما يقولوش ان فيه فشل اداري موجود.